من المنتظر أن يستقبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله الزعيم الحزبي الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وذلك قصد تعيينه رئيسا للوزراء وبالتالي تكليفه بتكوين الحكومة. وطبقا لمقتضيات الدستور الجديد فإن أحكامه تقتضي أن يعين رئيس الوزراء من الحزب الذي فاز بأكبر عدد المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم تاريخ 25 نوفمبر 2011. وطبقا للنتائج المعلن عنها فإن الحزب الذي فاز بهذا العدد هو حزب العدالة والتنمية. لكن هل سيسمح هذا الفوز بإنشاء حكومة منسجمة؟ طبعا لا، لأنه على رئيس الحكومة أن يجري مشاورات مع باقي الطيف السياسي المغربي. وهنا تتجه الأنظار صوب أحزاب الكتلة المؤلفة من ثلاثي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وطبقا لما تسرب من مقرات هذه الأحزاب فإنها مضطرة في حالة تلقيها عرضا أن تعود لقواعدها وأنظمتها الداخلية لتقرر مساهمتها من عدمه. وهذا ما يفرز أن على عبد الإله بن كيران أن يتحلى بالمرونة والتكيف مع الظروف الطارئة، وأن يكون أكثر انفتاحا على باقي المشهد السياسي المغربي وفسيفس الأحزاب، علما أنه سمعنا مبكرا أن حزب العدالة والتنمية هو حزب مفتوح وليس لديه أي حواجز أو عقد في التعامل مع الآخرين، فقط هو يضع خطا أحمر على حزب الأصالة والمعاصرة. ويعتقد حزب العدالة والتنمية أن هذا الحزب حزب الأصالة والمعاصرة خلق لمناوشته والتضييق عليه، وهذا ما خلق جوا بينيا من انعدام الثقة. عل وعسى تتجلى الخريطة السياسية المغربية في الأيام القادمة، فكل حزب كما جرت التقاليد السياسية يضم ضمن قادته ثلة من الحكماء أو لنسميهم السحرة والكهنة الذين في مقدورهم دائما إخراج الشعرة من العجين وإبراز حكومة قوية تقدم مشاريعها داخل قبة البرلمان وتحصل على الثقة بسهولة، كما تجد معارضة قوية تسائلها وتعاتبها وتحاسبها. لكم تحيات بعثة العالم الآن، محمد الزيدي، طنجة.